السلام عليكم. انا فايزه عبد الله، القناه بتاعتي فليفر كيتشن. متهيألي ان انتوا حفظتوني اكيد. يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا هنعمل النهارده العاشوره. العاشوره دي احنا اتعودنا من اجدادنا بقى، وعادات وتقاليد، وما زلنا احنا مستمرين عليها على طول. فانا هعمل لكم النهارده العاشوره اللي هي عباره عن قمح او بليله، وبنعملها في اطباق. هعمل النهارده اللي هو نص كيلو قمح وعليه ال2 كيلو لبن من غير نشا. ويا ريت تطبقيها بطريقتي، هتعجبك جدا جدا، وان شاء الله هتكرريها اكيد تاني. عارفه مش عايزه اقول لكم، هي الريحه بتاعتها والطعم بتاعها تحفه تحفه جدا جدا، وانا متاكده ان انتوا هتكرروها. الكميه دي هتعمل لك كتير قوي للبيت، واذا كنت تدي لاصحابك لجيرانك. وان شاء الله تبعتولي في الكومنتات، وانا متاكده ان هي هتعجبكم ان شاء الله. وكل سنه وحضراتكم طيبين. وهبدا معاكم دلوقتي بالعاشوره. القمح دلوقتي ده منقوع حوالي ساعه، ممكن تنقعيه اكتر من ساعه، هيساعدك اكتر في التسويه. هحطه طبعا اتغسل الاول، واحطه دلوقتي كده في الحله ونسويه على نار هاديه. اوكي، حطيناه كده على الوش يتغطى بالميه، وبعدين لغايه لما يغلي واوطي عليه لغايه ما نلاقيه استوى قوي، وبعدين نطفي عليه نبص نلاقي نفس القمحيه فشرت كده هون واستوت. بصوا يا جماعه، انا كشفت كده على البليله. بصوا، هو ده اللي احنا عاوزينه، ان هي تقلت قوي وان هي استوت قوي واخدت وقتها في وقت كافي، وهي النار هاديه لغايه لما استوت. دلوقتي هناخد جزء من البليله من القمح، نضربه في الخلاط وارجعه لكم تاني برضو، نحط اللبن عليه. هو ده اللي احنا عايزينه، السمك دون بتاع القمح. انا حطيت كده القمح في الخلاط، هحط عليه تقريبا شوية لبن، ممكن نص كيلو لبن، علشان اضربه معاه يبقى سايل شوية. انا كده حطيت القمح اللي انا ضربته في الخلاط، هحط بقى اللبن عليه. يحتاج اكتر من كيلو ونص لبن تقريبا، عشان هو ما شاء الله القمح مستوي قوي. ده كده نص كيلو. احط باقي اللبن ان شاء الله. ده لبن كامل الدسم وعليه قشطه. انا مجرد ما يقلب كده وغلى، يعني يغلي شويه، احط عليه السكر. احط بقى يعني حسب التحليه اللي انت عايزاها. انا احط 1.5 كوباية تقريبا، وممكن يكون اقل، يعني حسب كل واحد والتحليه بتاعته. انا هحط معلقه فانيليا. انت بقى عايزه تحطي زهر، عايزه تحطي ورد، زي ما انت تحبي. انا كده. بصوا يا جماعه، هو مش محتاج اصلا احط له نشا. يعني انا حاطه كميه اللبن دي كلها، وانا ما بحبهوش تقيل قوي، يعني انا عايزاه يبقى خفيف. وشوفوا انا حاطه اكتر كمان من 1.5 كيلو لبن ما شاء الله، لان هو نفس القمحة استنيت ان هي استوت قوي ونفشت قوي، فمستوية يعني، فمش محتاج ان هو يتحط له نشا، لان لو اتحط له نشا هيبقى تقيل قوي.
كده انا ابدأ ان انا اغرفه. بصي القوام بتاعه ما شاء الله. والريحة بتاعته فظيعة والطعم بتاعه تحفة. بصوا يا جماعة، انا عملت ما شاء الله كمية كبيرة من من العاشورة. بصوا كمية اطباق، وعملت كاسات كتيرة قوي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تجربوها هتعجبكم جدا. انت بقى تحبي تحطي فستق، تحبي بندق، تحبي سوداني، يعني زي ما انت حابه. اي نوع مكسرات انت ممكن تحطيها.